السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي كانت بتسأل على تروسيكل إصدار 24، مواصفاته بقى وإمكانياته وحاجة تنفع للشغل والسفر والكلام ده، ويكون برضو السعر بتاعه كويس. جبت لك إصدار 24 من جي ام سي. التروسيكل اللي قدامك ده نازل بمواصفات كويسة جدا، هيتحمل معاك السفر والشغل والشيل، وبصندوق كبير لو انت شغال في حاجات البقالة والكلام ده، فهيتحمل معاك ويشيل معاك كميات كبيرة. طب ما تيجي الاول نعرف مواصفاته وامكانياته. اول حاجه، التروسيكل اللي قدامك ده نازل بمحرك 200 سي سي، زي اي محرك قطع غياره متوفره في اي مكان. طيب 200 سي سي تبريد هواء ولا ايه؟ تبريد هواء. يبقى التبريد بتاعه الهواء المحيط بيه، نازل معاه كمان مروحه في الجنب مش قدام زي زمان. زمان كان المروحه قدام فبتعوق اصلا حركه الهواء اللي داخل لتبريد المحرك، تمام؟ لا دلوقتي بقى الهواء المقابل، وفي نفس الوقت دي في الجنب عشان لو هتمشي في الزحمه. وخصوصا المروحه مهمه للتروسيكل لسبب، يعني في الموتوسيكل بنقول ملهاش اي لازمه، لان الموتوسيكل كده كده سرعته عاليه، وزنه خفيف، فالمحرك كده كده هيقابله كميه هواء تساعد على التبريد. لكن في التروسيكل السرعه القصوى بتاعته ما تساعدش على التبريد زي ما يكون في مروحه في الزحمه، ويكون افضل طبعا. يبقى انا عندي 200 سي سي 5 غيار، وفي عندي درابوكس هيبقى امامي وخلفي مارشليه. التروسيكل نزل بدعم كويس جدا للشاسيه. يعني لو خدت بالك من الشاسيه، زمان كان في بعض الشاسيهات الزور بتاعها ضعيف، ما بيتحملش المطبات وما بيتحملش المده الطويله والحمل عليه. فدلوقتي التروسيكل ده نزل بتعديل جميل جدا، وهو لحام شاسيه وفي نفس الوقت طبقتين حديد 6 مللي فوقه، فطبعا هيبقى حاجه كويسه جدا للمطبات والتحمل والحموله القصوى عليه، تمام؟ نازل كمان بمسند ظهر كامل. الاول كان في مسند ظهر خلف السواق بس، لا دلوقتي كامل عشان لو حد قاعد جنب السواق، ولو عايز تزود كنبه هيبقى 100%. وكمان مسند الظهر هو نفسه كنبه. يعني ايه؟ يعني مسند الظهر نفسه انت ممكن تفتحه وتقلبه ويبقى كنبه في وسط الصندوق. نازل بعداد مانوال كامل، ار بي ام، سرعه، اشارات، انوار، الغيارات، كل حاجه 100%. الجادون برضه اتعرض سنه. عرض الجادون لما يزيد هيزيد معاك نسبه التحكم في التروسيكل. نازل بالكورونا الكبيره مش الصغيره، نازل بعدد سوست اعلى من اللي فات، تمام؟ فعشان كده، وطبعا برضه الصندوق هو اللي فات، ولكن الستايل بتاعه نفسه، التضليعه، الشغل، اللحامات، البويه اتحسنت كتير جدا 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 عن الاصدارات 23 و22 و21 والكلام اللي فات ده كله. فالتروسيكل اللي قدامك ده نازل بامكانيات جميله جدا. 200 سي سي تبريد، 5 غيار مارشليه، لتر واحد زيت. طبعا ده الكنبه الظهر بتاع السواق بيتحول لكنبه داخل الصندوق، وطبعا ممكن تزود كنبتين في الصندوق وسلم درجتين تحت في الصندوق من ورا، فهيتقلب معاك ان انت ممكن تعمله توصيلات، تمام؟ نازل كمان بكرسي جانبي في شنطة عدة وكرسي في نفس الوقت لو حد هيقعد جنبك. فرملة خلفية عادية وأمامية عادية، تيل عادة مش باكم، وفرملة يد، تمام؟ سلك. طبعا 2 مساعدين قوي أمامي عشان يتحمل معاك. التروسيكل نازل بتانك كبير 18 لتر بنزين يتحمل معاك السفر لأبعد مسافة أنت ممكن تروحها، والأطول مسافة مفيش فيها بنزينات، هيمشي معاك كويس جدا. طبعا حنفيه البنزين عارفين ان فيها عاده واحتياطي، والقفل بتاعها، وطبعا الاحتياطي بتاعها 2 لتر، فهيمشيك مسافه كويسه جدا. الشاسيه طبعا اتعمل فيه تعديلات جميله جدا جدا جدا، كمان في موضوع تقفيل فتحات الشاسيه، ثم بويه الشاسيه، ثم اللحامات نفسها بتاعت الشاسيه، تمام؟ يعني التعديلات نفسها. طبعا جاي لك كمان ب4 جنوط، 3 راكبين وواحد ستبن احتياطي، تمام؟ فالتروسيكل بالامكانيات ديت جميل جدا. انا طبعا حتى الان ما اعرفش سعره الاكيد، ولكن باذن الله هجيب لك سعره، وهجيب لك كل شيء عنه. ولكن انا النهارده حبيت اوريك الناس اللي كانت بتسال بتقول انا عايز حاجه اشتغل بيها، حاجه مثلا عندي مزرعه وعايز اقضي طلبات البيت وطلبات المزرعه والكلام ده عليها. جبت لك اصدار 24، اضاءه ممتازه، سرعه كويسه. يعني مثلا هنتكلم على الوزن نفسه والسرعه والاحجام والكلام ده.
السرعه القصوى بتاعته عشان احافظ على التروسيكل اللي قدامي ده اطول فتره ممكنه بدون اعطال زي ما الناس بنشوفها على الطريق 65 70 كيلو كويس جدا. ما تحملش عليه اكتر من 800 كيلو. طيب انا عايز احمل، لا، نصيحه لله، يعني الدبابه نفسها، العربيه الدبابه باربع عجلات وعربيه بتخش لها نص مليون جنيه، بيقول لك الحموله بتاعتها طن طن ونص. طب انا حاجه ماشيه ب 60 70 الف جنيه وثلاث عجلات وحاجه بسيطه وموتور 200 سي سي وبستم واحد، اروح انا احمل عليه طن ونص اسمنت؟ يعني انا بشوف حاجات غريبه جدا. يعني هو نزل لك بصندوق كبير، طب هتقولي طب هم كبروا الصندوق ليه طالما 800 كيلو؟ يا سيد الفاضل، في ناس بتاخد الصندوق ده تقفله، تمام، شبك يعني ايه، كراتين وبلاستيك والكلام ده، وفي ناس بتقفله صندوق وتعمله ثلاجه، في ناس محتاجه كبر الصندوق في نقل حاجات خفيفه، تمام، اللي هي البسكويت والحاجات بتاع البقاله والزيوت والكلام ده، فحجم الصندوق ده ميزه. بس العيب مش في الصندوق بقى او في الحجم اللي احنا كبرناه او اللي المصنع كبره، لا، العيب في المستخدم نفسه، ان هو يستغل الحجم في وزن زياده عن طاقه الموتور نفسه، تمام. دي فرامل اليد، بطاريه 12 فولت على 9 امبير، نازل بمواصفات كويسه، ولكن زي ما قلت لك نصيحه لله، المواصفات بتاعته زي ما قلت لك، الوزن القائم عليه 800 كيلو، فكل ما تخفف مصلحه. السرعه القصوى 65 70 ده اقصى حاجه ليك. الغيارات حاجه مهمه جدا، الناس اللي دايما تلاقيه طالع قدام وفجاه يقوم دايس على الدرابوكس قالب لورا، لا، اوعى ترجع ورا وقدام الا بعد ما تفصل سرعه خالص. فصلت غيار ونورته 100 100 تمام، واقف ابدا اتحكم في السرعه ورا وقدام براحتي، تمام. ده كده تقريبا كل حاجه انت محتاج تعرفها عن التروسيكل ده. ناقصك حاجه واحده بس، السعر. طبعا قطع الغيار متوفره في كل مكان، صيانته من اسهل التروسيكلات اللي ممكن تصينه، سواء محرك او خارج المحرك، صيانات دوريه وتيل فرمله والكلام ده، تمام. فمواصفاته، صيانته، خدمه ما بعد البيع فوق الممتاز. الحاجه الوحيده اللي ما عرفتهاش حتى الان اللي هو السعر، ولكن يعني هيبقى في الستينات تقريبا، والله اعلم. يعني سعره برضه هيبقى في التروسيكلات هيبقى مناسب جدا، تمام. تمام كده ان شاء الله، باذن الله في اقرب وقت هجيب لك السعر في السوق ان شاء الله، وحتى لو هنكتبه بس على الفيس او على اي صفحه، او حتى ممكن اعمل له فيديو نص دقيقه هنا. دمتم في امان الله. اي سؤال او استفسار تحت في التعليقات، ما تنساش شارك الفيديو عشان غيرك يستفيد ان شاء الله. الاعجاب دعمنا عشان نستمر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تروسيكل GMC 200 سي سي 2024 عشان ما تنساش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.